السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الفيديو اللي فات بدأنا نتكلم عن التناسب المتسلسل وفهمنا فكرته الأساسية. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الثاني ونحل أمثلة أكتر علشان الفكرة تثبت معانا بسهولة. يلا بينا نبدأ على طول. وقفنا المرة اللي فاتت عند مثال 5 اللي كان بيقولك إذا كانت الأربعة والإكس والواي وال32 في تناسب متسلسل وعايز قيمة إكس وواي. طيب بما إن هما طبعا في تناسب متسلسل يبقى أول حاجة أعملها أقول إيه؟ الأربعة على الإكس هتطلع بتساوي الإكس على الواي، تطلع بتساوي الواي على ال32. حلو قوي. ده كله بيساوي إيه؟ بيساوي الكي. تعالى نجيب بقى الإكس وتعالى نجيب الواي وكمان هنجيب الأربعة. تعالى هقولك اول حاجه الواي هتطلع بتساوي ايه؟ بتساوي ال 32 كي. طب والاكس تطلع بتساوي ايه؟ برضو 32 بس المره دي كي تربيع. وقيمه الاربعه تطلع بتساوي ايه؟ بتساوي ال 32 كي اس 3. طيب هنقوم قايلين له بما ان عندي الاربعه دي بتساوي 32 كي تكعيب، وهنقوم هنا قاسمين على 32 وهنا برضو قاسمين على 32، فال 32 هتروح مع ال 32 يبقى انا عندي الكي تكعيب تطلع بتساوي 4 على 32 دي اللي هي ايه؟ التمن. فانا لو عايزه اجيب قيمه الكي بس هعمل ايه؟ هقوم قايله الجذر التكعيبي للتمن والجذر التكعيبي للكي اس 3. طب ايه هو الجذر التكعيبي للتمن؟ نص. يبقى انا كده جبت ايه؟ قيمة الكي بنص. بس هو مش عايز قيمة الكي، ده عايز قيمة الاكس والواي. طيب ما خلاص انا معايا اكس ومعايا واي، اقوم معوضة بقيمة الكي واجيبهم. هنقوم قايلين ان اكس عندي بتطلع بتساوي ال 32 في النص تربيع، فتطلع الاجابة عندك احسبها بالآلة هتطلع لك ب8. طب والواي اللي هو برضو عايزها ب 32 في النص. طب و32 في نص ديت اللي هي هتطلع بتساوي 16. وبكده يكون السؤال خلص. سؤال حلو جدا وسؤال امتحانات. ركز بقى معايا في مثال 6 ده، هو سهل جدا بس فيه فكرة بسيطة. بيقولك إذا كانت عندي A و B و C و D في تناسب متسلسل، يبقى أول حاجة بعملها أقوم قايلة إيه؟ ال A على ال B تطلع بتساوي ال B على ال C بتساوي C على ال D، ده كله بيساوي إيه؟ ال K. وأجيب قيمة ال A وال B وال C. ال A تعالى نجيب ال C الأول. ال C هتطلع بتساوي ال D K. طب والبي تطلع بتساوي الدي كي تربيع، والاي تطلع بتساوي الدي كي تكعيب. دي مفيش اتفه من كده. وهنا هنقول ان ده اسمه الطرف الايسر وده اسمه الطرف الايمن، ونجيب كل واحد لوحده ونشوف في النهاية يطلعوا بيساووا بعض ولا لا. يلا نعوض في الطرف الايسر. اول حاجة اللي هو الجزء دوت، لما نيجي نعوض في الطرف الايسر اول حاجة عندك اللي هو A زائد الدي، فهتبقى الدي كي تكعيب زائد الدي، وتحت في بي ناقص السي زائد الدي، يعني هتبقى الدي كي تربيع ناقص الدي كي زائد الدي. ما عملناش اي حاجة، ده احنا عوضنا. طيب فوق نقدر ناخد الدي عامل مشترك، ومن تحت برضو نقدر ناخد الدي عامل مشترك. تعالى ناخد الدي عامل مشترك، هيبقى لي ايه؟ الكي تكعيب زائد الواحد. حلو قوي. وتحت في المقام لما اخد الدي عامل مشترك هيبقى لي كي تربيع ناقص الكي زائد الواحد. ايوه سامعاك وانت بتقول احنا رجعنا للترم الاول ولا ايه؟ هنحلل تاني. برافو عليك، انت كده لقطت الفكره. الدي هتروح مع الدي وهنبدا نحلل. عندك الكي تكعيب زائد الواحد نحللها ازاي؟ قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير دوت كنا بناخد الجذر التكعيبي للاول بكي والجذر التكعيبي للاخير بواحد، ومن القوس الصغير نجيب القوس الكبير. الكي ديت كنا بنخليها نربعها تبقى كي تربيع، واللي في الاخر دايما موجب، والواحد كده كده هيبقى واحد حتى لو تربيع، وفي النص ناقص كي اللي هو عكس الاشاره الاول في التاني. نقوم كمان محللين اللي تحت هيطلع لي ايه؟ نسيب اللي تحت زي ما هو لانه ملوش تحليل. كي تربيع ناقص الكي زائد الواحد، ده هيروح مع ده، يبقى الإجابة في الآخر طلعت لك كام؟ كي زائد الواحد. تعالى بقى نجيب الطرف الأيمن ونشوف فعلا هيطلع بيساوي ده ولا لأ. لما نيجي نعوض في الطرف الأيمن هتبقى عندي الدي كي تكعيب ناقص الدي كي على الدي كي تربيع ناقص الدي كي. حلوة قوي. تعالى نقدر ناخد عامل مشترك من فوق اللي هو ايه؟ الدي كي. يبقى هيتبقى لي ايه؟ كي تربيع ناقص الواحد. ماشي. طب وناخد ايه تحت؟ استنى كده نظبط الواحد. طب ناخد ايه عامل مشترك من تحت؟ برضو دي كي. يبقى هيتبقى لي كي تربيع ناقص الواحد. ماشي. دي كي هتروح مع الدي كي، ده احنا هيتبقى لنا في المقام كي ناقص الواحد مش كي تربيع.
حلو قوي. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ طب ما اللي فوق دوت نقدر نحلله. هنا قوسين، واحد كي وهنا كي، وهنا واحد بالموجب وواحد بالسالب، وهنا واحد وهنا واحد، وتحت في المقام زي ما هو الكي ناقص الواحد، ده هيروح مع ده، فعلا الإجابة طلعت لي كي زائد الواحد. وبكده نكون خلصنا الدرس الثالث التناسب المتسلسل. يا ريت تراجعوا الأمثلة كويس وتحاولوا تحلوا بنفسكم، ومع السلامة واشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.